المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. البلاد تحقق نجاحات طبية تطعيمية. جهود لتقوية وعي المزارعين بالمبيدات الحشرية في القشبركة. اختتام أسبوع التنظيمات الشبابية في الإقليم الجنوبي. دياز كانيل يفوز بولاية رئاسية ثانية في كوبا. البرلمان الأوروبي يتبنى قانونا جديدا لمكافحة إزالة الغابات. كسوف كلي نادر للشمس فوق مناطق نائية في استراليا واندونيسيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن مكتب برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة بأن تغطية التطعيم في البلاد تجاوزت 98%. وأوضح مسؤول المكتب السيد تيدروس يحدقو التمكن من السيطرة بالتطعيم على أمراض التيتانوس وشلل الأطفال والحصبة التي تصيب الأطفال، مشيرا إلى أن وفيات الأطفال تحت سن الخامسة التي كانت عام 1990 كانت 153 من كل 1000 طفل، انخفضت عام 2020 إلى 39 في الألف، والأطفال تحت سن السنة من 97 إلى 30. وذكر القيام بالمتابعة والمراقبة المستمرة في 22 مديرية متاخمة للحدود لعدم زوال الأمراض التي تم السيطرة عليها في البلاد في الدول المجاورة. وأوضح نجاح الحملة الأولى للتطعيم ضد سرطان عنق الرحم التي جرت في شهر نوفمبر 2022 على مستوى البلاد بنسبة أكثر من 93%، حيث تم تطعيم أكثر من 225 ألف فتاة، 80% منها في المدارس. وأعلن بأن الحملة الثانية للتطعيم ضد سرطان عنق الرحم ستجري من 8 وحتى 12 من مايو في أقاليم شمال البحر الأحمر والقشبركة وجنوب البحر الأحمر، ومن 29 من مايو وحتى 2 من يونيو في أقاليم عنسبة والجنوب والأوسط. وأشار إلى أن التطعيم سيقدم لفتيات المطعمات في الجولة الأولى والتي لم يتم تطعيمهن لأسباب مختلفة. وتشمل أنشطة مكتب البرنامج الوطني للتطعيم متابعة ومراقبة التطعيم المنتظم للأطفال والحوامل، وتجهيز لوازم التطعيم وتنظيم حملات التطعيم. أفاد مكتب خدمات الرقابة الإقليمية في القشبركة بأن جهود رفع وعي المزارعين بالاستخدام الجيد للمبيدات الحشرية ورفع الإنتاج تحقق نتائج مرضية. وقال مسؤول المكتب السيد حاغوس قبر مريم أن المبيدات الكيميائية المستخدمة بهدف رفع الإنتاج لها تأثير سلبي ويجب الحد منها. وأوضح بأن المبيدات الكيميائية لها مخاطر تلويث المنتجات الزراعية والتربة والمياه والهواء وصحة الإنسان والبهائم، ويتوجب أن تكون الخيار الأخير بإرشاد المهنيين. وذكر القيام بأعمال رقابة قوية بالتعاون مع الجهات المعنية للسيطرة على المبيدات الكيميائية التي تدخل البلاد باعتبار متاخمة أقليم القشبركة للدولتين مجاورتين، وحث المزارعين على استخدام الأسمدة والمبيدات الطبيعية. اختتم في الإقليم الجنوبي أسبوع التنظيمات الشبابية المنتظم من 20 من مارس وحتى 19 من أبريل في 12 مديرية بالإقليم. اشتمل الأسبوع على مسابقات فنية ومعرفية وعرضا للابتكار والتصنيع وسيمينارات تنويرية وتكريم الطلاب المميزين. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي السيد قرماي قابرو إن الهدف الأساسي من الأسبوع هو رفع قدرات الشباب عبر المسابقات، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 1600 شاب. وذكر المشاركون في الأسبوع بأنه يستكشف القدرات والمواهب والهوايات في مختلف المجالات ويشجع الطلاب.
وشدد مدراء المديريات على أهمية تنظيم مثل هذه البرامج لتنشئة الشباب يتحلى بالقيم ويكتسب المعرفة. يسهم مركز أومني الصحي في مديرية فورو في تقديم خدمات صحية ناجعة وخاصة فيما يخص رعاية الأطفال. وأوضح مسؤول المركز مساعد التمريض جابر عبد الله أن المركز الذي بدأ العمل عام 2019 لا يسهم في مكافحة الأمراض ورفع الوعي الصحي. وأشار إلى ارتفاع الحوامل التي يقمن برعاية صحتهن في المركز هذا العام ب5%، والمتابعة بعد الولادة إلى 38%، والتطعيم ب18%، ويجري العمل الدؤوب لبلوغ الهدف المنشود. كما أفاد سكان منطقتي دنانلو وأيرومالي عن تقديم المركز خدمات صحية ناجعة ساهمت في تأمين الصحة المجتمعية وتخفيض وفيات الأمومة والطفولة، داعين لتوظيف سيارة إسعاف لمزيد من الفعالية. وأن المركز يقدم الخدمات لسكان مناطق أيرومالي وميكال ودنانلو وواد حداس، إضافة إلى تنظيم سيمينارات وحملات توعية حول النظافة البيئية والأمراض المعدية وغير المعدية والحد من العادات الضارة. عقد سيمينار في مصوع يوم 19 والعشرين من أبريل لطلاب المرحلة الثانوية حول أهمية التعليم وأسباب نجاح الطالب. وأوضح مسؤول البحوث وتنمية القدرات البشرية في مكتب التعليم في الإقليم الأستاذ جرماي يعقوب، أوضح دور الأسرة والبيئة والمدرسة لتنشئة الطالب الناجح، داعيا الطلاب للاستفادة الجيدة من الفرص التعليمية المتاحة. وأشار إلى التعليم المقدم من التعليم قبل النظامي وحتى التعليم العالي والتعليم الفني والمهني. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية مصوع الشاب داوي التخلوم إن السيمينار هدف إلى الارتفاع بوعي الطالب في التعليم وخلق دافع لاهتمام الطلاب بالتعليم والتفوق فيه. شارك في السيمينار أكثر من 740 طالبا من مدرسة سمهر وجبل قدم. فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد الدولي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. فاز الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بلا مفاجآت بولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، وذلك في تصويب برلماني. وتأكد فوز دياز كانيل وفقا لوكالة أنباء ACN الكوبية بعد ما نال تأييد 97.66% من الأصوات في الجمعية الوطنية، وفق ما أعلن استبيان لاسو رئيس الغرفة التي تضم 470 عضوا. ودياز كانيل يتولى منصب السكرتير الأول في الحزب الشيوعي الكوبي منذ العام 2021، وهو أول مدني تولى السلطة في البلاد في العام 2018 خلفا لراؤول كاسترو. وبحسب الدستور الكوبي يمكن للرئيس تولي ولايتين متتاليتين، وبعد ذلك لا يمكنه تولي المنصب مرة أخرى. تبنى البرلمان الأوروبي قانونا جديدا لمكافحة إزالة الغابات في العالم. وجاء على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي أن مساحة أكبر من مساحة الاتحاد الأوروبي قد فقدت بين عامي 1990 و2020 بسبب إزالة الغابات. ويلزم القانون الجديد الشركات بضمان ألا تؤدي المنتجات المباعة داخل الاتحاد الأوروبي إلى إزالة الغابات أو تدهورها، وذلك بهدف مكافحة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. كما تبنى البرلمان الأوروبي تعريف أوسع لتدهور الغابات ليشمل تحويل الغابات الأولية أو تجديد الغابات بشكل طبيعي إلى غابات مزروعة أو إلى أراضي مشجرة. وقد تم تبني القانون الجديد بأغلبية 552 صوتا مقابل 44 صوتا، إلى جانب امتناع 43 صوتا عن التصويت.
شهدت مناطق من النصف الشرقي للكرة الأرضية كسوفا كليا ناريا للشمس هو الأول في عام 2023 يسمى كسوف الشمس الهجين، وكان مرئيا في جزيرة إكسماوث وجزيرة بارو في غرب أستراليا والمناطق الشرقية من تيمور الشرقية وبابوا الغربية في إندونيسيا. وشوهدت حلقة من النار في غرب أستراليا بينما كانت الشمس تطل من خلف القمر، ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض ويكونان بنفس الحجم تقريبا في السماء، وتقع مثل هذه الأحداث السماوية مرة واحدة كل عقد تقريبا، كان آخرها عام 2013. الخبر الأخير: تسلق أحد ممارسي رياضة التسلق الحر والمعروف باسم سبايدر مان الفرنسي الرجل العنكبوت ناطحة سحاب بارتفاع 160 مترا في حي الأعمال لا ديفونوس في باريس تعبيرا عن احتجاجه على إطلاق قانون التقاعد في البلاد. وللمفارقة كان آلان روبير على وشك تسلق 38 طابقا دون أي معدات مستخدما يديه العاريتين وحذاء تسلق فقط حين نصح الرئيس إيمانويل ماكرون بأن ينزل إلى الأرض. وتسلق روبير أكثر من 150 مبنى شاهقا الارتفاع في أنحاء العالم، من بينها برج خليفة في دبي وهو أطول مبنى في العالم، بالإضافة إلى برج إيفل وجسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو. نهاية النشر. هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. البلاد تحقق نجاحات طبية تطعيمية. جهود لتقوية وعي المزارعين بالمبيدات الحشرية في الكشبركة. اختتام أسبوع التنظيمات الشبابية في الإقليم الجنوبي. دياز كانيل يفوز بولاية رئاسية ثانية في كوبا. البرلمان الأوروبي يتبنى قانونا جديدا لمكافحة إزالة الغابات. كسوف كل نار للشمس فوق مناطق نائية في أستراليا وإندونيسيا. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.